سلام البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم سما أولاد. اليوم إن شاء الله وفي إطار التحضيرات ديال رمضان إن شاء الله غادي ندير معكم بليغات اللي كيجيو أكثر من رائعين، كيجيو مقرمشين وزوينين ما تشبعوش منهم البنات. كنتمنى أنكم تجربوهم وتخليوا لي الآراء ديالكم، حيت فعلا غادي ينالوا الإعجاب ديالكم حيت كيجيو زوينين بزاف. ودابا بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبه للمقادير عندنا هنا كيلو ديال الدقيق الابيض، وعندنا هنا جوج خمارات من فئه 8 غرام لمجموع 16 غرام، وعندنا هنا كيلو ديال الزنجلان اللي مغسول ومنقي وكنحمروه شويه في الفران، ما كنحمروش بزاف. نفس الكميه ديال الزنجلان هي الكميه ديال الدقيق. وهنا عندنا جوج اصفار ديال البيض، وعندنا معلقه كبيره ديال النافع، و6 ملاعق ديال الزيت، و8 ملاعق ديال الزبده مذوبه. وهنا عندنا معلقه كبيره ديال القرفه والقليل من الملح. وهنا عندنا مزهر مخلط مع الماء، ممكن انكم تكثروا الماء او لا مزهر اللي عزيز عليه مزهر يكثر مزهر على الماء. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الخليط. المهم انا غادي نخليكم في صندوق الوصف الكميه صغيره، انا هنا درت كيلو، غادي نخليكم في صندوق الوصف نص الكميه ان شاء الله. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. دابا غادي نديرو الدقيق، قلت لكم كيلو ديال الدقيق، وغادي نزيد عليه الكميه ديال الزنجلان حتى هو كيلو، وغادي نزيدو النواشف معلقه ديال النافع ومعلقه ديال القرفه، وغنزيدو الملح، وعندنا جوج ساشيات ديال خميره الحلويات في المجموع 16 غرام. غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم حتى يندمجوا. ومن بعد غادي نزيدو الزيت، وغادي نزيدو الزبده، اخر حاجه غادي نزيدو البيض. غادي نجمعوا هذا الشيء مزيان، ومن بعد غادي نبداو نجمعوا المزهر والماء. دابا غادي نبداو نجمعوا الخليط ديالنا، غنبداو نضيفوا المزهر والماء تدريجيا وحنا كنجمعوا حتى نجمعوا الخليط ديالنا مزيان. المهم ما خصوش يجي الخليط قاصح وما خصوش يجي رطب. المهم غادي نجمع الخليط ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. دابا من بعد ما جمعنا الخليط، دابا غادي ندلكوه مزيان. دابا من بعد ما دلكناها مزيان كما كتشوفوا، دابا غادي نقسموها الى قطع بحال هكا كما كتشوفوا. من بعد ما قطعناها الى قطع كما كتشوفوا، دابا غادي نديروا ليها على هذا الشكل كما كتشوفوا، وغادي نديروها في بلاستيكه بحال هكا. غادي نديروهم كلهم على هذا الشكل، ومن بعد غادي نخليوهم يرتاحوا مده على الاقل نص ساعه، من بعد نعاود نرجع معكم. ودابا من بعد ما دازت نص ساعه، دابا غادي نبداو نطلقوا في العجين ديالنا. دابا غادي نشدوا العجين ديالنا وغادي نبسطوها بحال هكا، ومن بعد غادي نطلقوها بالدلاك مزيان. نحاولوا نرقوها شي شويه. بقاو مع لا فيديو. صافي كما كتشوفوا هذا هو السمك ديالها بحال هكا خصها تجي. دابا غادي نشدوا هاد الشراره هذه ديال الشباكيه، هي اللي غادي نقطعوا بها. اول حاجه البنات غادي نقاد الجوانب، وهاد العجينه هذه راه كنحتفظ بها، كنديرها حتى هي في البلاستيكه باش ما كتقصحش ليا، ومن بعد كنعاود نخدم بها
الا قصحت لكم العجينه زيدوها غير شويه د الماء وغتولي معاكم مزيانه وتعاودوا تستخدموها. المهم غادي نقادوها من هنا. دابا من بعد ما قديناها كما كتشوفوا على هذا الشكل، دابا غادي نقطعوها بحال هكا. غنحيد هاد الجوانب بحال هكا وغادي نعاود نقطعهم من هنا. غادي نقطعوهم كاملين بحال هكا كما كتشوفوا بحال هكا. دابا غادي نشدو وحده كما كتشوفوا بحال هكا وغادي نطويوها على يدينا بحال هكايا. غادي نجمعوها بحال هكا كما كتشوفوا. غادي نعاود معكم وحده. دونك كنشدوها بحال هكا وكنجمعوها بحال هكايا، كنطويوها على يدينا بحال هكا. غادي نستمر بنفس الكيفيه تنشكل العجين ديالي كامل ونعاود نرجع معكم. صافي من بعد ما سالينا كلشي كما كتشوفوا، دابا في هذا الاثناء غادي نشدو، غادي نسخنوا الزيت وغادي نبداو نقليو البليغات ديالنا. صافي دابا البنات من بعد ما سخلينا الزيت مزيان، ضروري تخليو الزيت كيسخن مزيان، حيت اذا ما سخنش الزيت مزيان يقدر يتحلوا ليكم البليغات ديالكم. المهم من بعد ما خليتو يسخن مزيان، دابا غادي نبدا نحط البليغات كما كتشوفوا على هذا الشكل وغادي نخليهم يطيبوا على خطرهم، يعني خاصهم ضروري ياخذوا واحد اللون. وفاش كنزيدو نديروهم في العسل راه كيزيد يبان فيهم هذاك اللون ديالهم. دابا غادي نزيد نحط البليغات وغادي نخليهم يطيبوا كما قلت لكم على خطرهم، ومن بعد نعاود نرجع معكم من بعد ما غيطيبوا باش نديروهم في العسل. ودابا من بعد ما طابوا كما كتشوفوا غادي نديروهم في العسل. بالنسبه للعسل راه كنخليهم في العسل حتى كنديروا اخرين وكيطيبوا لينا، كيقربوا يطيبوا لينا اخرين كنبغيو نحيدوهم من الزيت، عاد كنمشيو نحيدو هادو من العسل باش كيتشربوا لينا العسل مزيان. المهم ضروري نشربوا البليغات ديالنا العسل مزيان باش يجيو لينا معسلين وكيجيو زوينين. اذا نخليكم مع لا فيديو. صافي دابا من بعد ما درنا اخرين وقربوا يطيبوا لينا، دابا غادي نمشيو نحيدوا هادو من العسل باش عاوتاني كنديروا اخرين في العسل كما كتشوفوا معايا. المهم صافي غادي نستقطروهم مزيان من العسل وغادي نحطوهم في شي شبيكه كما كتشوفوا معايا، وغادي نستمروا بحال هكا حتى نكملوا ان شاء الله البليغات ديالنا كاملين بالطياب، ونعاود نرجع معكم ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم.
وهذا هو الشكل النهائي ديال البلغات اللي حضرنا اليوم. كيجيو مقرمشين وكيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم، واذا جربتوهم ما تنسوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. واذا كانت هذه اول مره كتشاهد فيها القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش هكا ان شاء الله توصلوا بكل جديد. وبالنسبه للبنات، هنا انا احتفظت به في البواطه، يعني كنديروه في البواطه نسدوه مزيان، يعني ضروري تسدوه مزيان باش ما يرطبش لينا، باش كيبقى زوين كما كتشوفوا كيجي زوين بزاف. وهذا ما كان البنات، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.